شوي للي عم يسالني يا اخواتي، من يوم ورايح الحلقات تجوا بتشوفوها بوقت الحلقه على التيك توك عندي، على التيك توك عندي. خلص انسوا لي قناه اسمه نصيب، انسوا. في عن سيف، خلص كل شيء عن سيف، تسريبات عن سيف، حلقه عن سيف. من النهارده ما فيش اسمه نصيب، انا اسمه نصيب والعك، انا اسمه نصيب والعك. يلا في بي ان ما في بي ان خير عليهم، بلا في بي ان بلا شيء. اوكي خلص يوجد. هو بغار لما تلبسي قصير، بغاري عليك، انت من شو بتغاري؟ لحظه شوي اخواتي، الملقى الحلقه بتلاقيها من يوم رايح عن سيف، كل يوم وقت الحلقه سيف بتلاقيه فاتح وحاطط لك الحلقه. اللي اجى جديد يوتيوب ما في سيف بيفتح لك اياه على التيك توك، بتيجي بتحضره، نقطه انتهى. اول شيء كبسوا ليه ما عم تكبس بالعكس؟ بس بشرط في دعايات. الموضوع ليه لانه حي. لحظه يا اخواتي، الحلقه سريعه، حسيته سريعه كثير الحلقه، بس لانه هن عم يحكوا بسرعه يعني، وعم بعيط حسين وعم يحكوا مع بعض. اكثر من هيك ما فيني كبر اخواتي. اوكي ححط لكم اياها على السرعه العاديه هلا بما انهم عم يحكوا، حارجع شوي حط لكم اياها على السرعه العاديه، تمام؟ يلا لا تفهموا حسين شو قال. اوكي يلا لحظه شوي. دائما لارا بتهدد انه انا ما راح اقول شو قالت لي اميمه، مع انه هي قالت شو قالت لاميمه. بدكم اقول لكم شو قالت لاميمه؟ دائما لارا على فكره اذا ملاحظين بتهدد لحسين بهالشيء، بترجع تقول انا ما راح اقول. تتذكروا من حلقتين ثلاثه لورا نفس الشيء كانت عم تقول، تتذكروا؟ شو قالت لاميمه من الاخر؟ لما اميمه ارتبطت بحسين، اسمعني يا مواطن هيدي مهمه هالشغله. لما اميمه ارتبطت بحسين، طلعت اميمه من بعد ما ارتبطت بحسين بعد الفي تي ار من حلقتين لورا، حلقه الخميس اذا ماني غلطان، طلعت اميمه لعفوق قالت لها ما تزعلي يا لارا، انا ارتبطت بحسين، انا ما بحبه لحسين، ما بيعجبني لؤي، بس ارتبطت عشان لؤي منه معي كابل، وانا بدي اكون كابل مشان الفاينل، زائد بدي غيظه للؤي، وحسين بيقبل معي باي شيء، وهو اجى لعندي كمان. اوكي فقلت يلا خلينا نظبط مع بعض. هي اوريدي قالتها قدام الكاميرا، يعني اوريدي كل العالم تعرفها، حتى المشاهد بيعرفها. انا ما بفهم ليش عم تقول ما بدي اقول، ما كل العالم بيعرفها. للامانه لارا تفوز، بحسدها على برزة اعصابها وطريقه كلامها، ولا وقالت له انه انت بدك تكون حي يا اخي، انا ما بدي اياك، انا ما بدي اكون حقيقي معك من الاخر يعني. يلا خيي ما بدنا دعايه، خلصونا بقى بعد ما بقلبكم. عندك كيف الفكره؟ بس هي الحلقه ما في حلقه. انا لا هلا كمان امبارح اخواتي سرع ولا اعملها عادي؟ لانه في ناس بتقول لي بس حطها عادي بتقول لي سرع، في ناس بس لسرع بيقولوا لي عادي. سرع خلي هيك، اوكي خلي سريع يعني. اوكي اللي ما فهم بس لفهموا شو قصده فؤاد كان قصده انه هي ريتا لطشته وقالت له فؤاد كان بهيدا الظهر، كان راح شاف الاكس تبعيته، راح يشاف يسر، قام رد عليها فؤاد قال لها انه ايه انا دائما مع يسر وما بعرف شو، قالت له بما معناه ليش جاي لهون انه خلص ما بدك حدا يعني؟ قال لا بلا انه بدي زكيه، قام شو زكيه قالت لا انا ما بدي اياه يعني، من الاخر يعني اذا انت بدك اياني انا ما بدي اياه، هيك صارت. اوكي يلا بيت صبايا لكم لانه في شغله بس بدي انا اوقف ثانيه على لانه في ناس لما قالت انا تحليلي لما كانت زكيه عم تحكي مع اميمه وعم تقول لاميمه انه اللي بدي اياه ما قاعد يصير، فانا حللت انه قلت وقتها انه فارس كانت ناطر متفقه هي وفارس ليفوت فارس ويتفق وينقيها وتكون معه. اوكي في الناس قالوا لا وانت يا سيف ليش هيك عم تفترض من راسك وغلط ومش صح وما بعرف شو هيك. سبحان الله وشهد شاهد من فمه. شو كانت ناطره فارس ولا لا؟
كان بدها تكون مع فارس ولا لا؟ شو؟ صح ولا لا؟ ايوه من الاخر يعني الموضوع خاصه بفارس، فما حدا يجي يعني يزايد علينا لو سمحتم، ما حدا يجي يزايد علينا. ترى هو شيء ما بينقص منا، بالعكس انه هي وفارس حلوين مع بعض. تمام؟ تمام. دايما لما هي متعلق لحيتك امورك طيبه مع جلات عشان النعومه اخواتي ما عم بقول انه ما في حب، في اتفاق او في حب، ما بعرف انه ما في حب بين زكيه وفارس، بس كان في اتفاق. نعم كان في اتفاق، وكان بدها فارس يفوت ليكون معه، نعم كان بدها فارس يفوت ليكون معه، ونعم ما كان بدها اياه تطلع عشان يكون معه. اوكي انا هذا اللي قلته. تمام؟ ما مبينة لك يعني صار له اكبر اكبر شوي، اكبر شوي 28 29. لا 26 او 26. ايه كيف كانت تجربتك في سيزون 1؟ سيزون 1 كان تجربه بقى، احنا كلنا مشتركين سيزون 1 دخلنا على الفيلا هاي ما كنا نعرف لا قانون لا نعرف كل شيء، يعني صارت عندنا هواي اغلاط على طبيعتهم. هواي صارت عندنا اغلاط. تجربه تعلمت منها منيحة؟ حتى من بعد السيزون بعد ما انعرض، حتى ظهورنا على السوشيال ميديا غلطنا فيه. منيحة؟ انا احكي بالنيابه عن الكل يعني مش عارف